كوكب الأرض زي ما في أماكن تتمنى تفضل فيها طول عمرك، برضه في أماكن تانية ما ينفعش أصلا تروحها عشان لو رحتها مش هتخرج منها سليم. وعموما يلا بينا نبتدي حلقة النهاردة بسرعة. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. Run. في قلب جزيرة سومطرة الأندونيسية في بركان اسمه سينابون. بركان شكله من بعيد هادي، لكن هو في الحقيقة واحد من أخطر البراكين النشطة في آسيا. البركان دوت كان في هدوء طويل جدا، مش سنة ولا 10، لا ده كان في هدوء من القرن العاشر، يعني أكتر من 400 سنة وهو ساكت ولا في أي جديد، لحد سنة 2010 قرر هنا ينشط، وفي لحظة قلب الدنيا. سحب رماد ضخمة وحمم بتتفجر في الجو، والبيوت اللي حواليه كلها اتغطت بطبقة من الرماد. حرفيا الناس ما كانت شايفة قدامها. ومن يومها والبركان ده بينشط كتير، يعني كان ناشط في 2013 و2014 و2016، وساعتها حصلت انفجارات تانية كتير جدا، بعضها كان مميت. آلاف الناس ساعتها اضطروا يسيبوا بيوتهم ويهاجروا من المناطق اللي حواليه، والحكومة ساعتها أعلنت إن المناطق المحيطة بالبركان مناطق خطرة، وبقى فيه دايما حالة طوارئ حوالين الجبل ده. الحمم اللي بتخرج من البركان مش بس بتسبب حرائق، الرماد اللي بيغطي الأرض بيخنق الزرع وبيوقف حياة الناس كلها. بس هنا في مفارقة غريبة شوية، بعد ما الرماد ده بيترسب الأراضي تتحول لتربة خصبة جدا، يعني البركان اللي بيهد بيوت هو نفسه اللي بيخلي الأرض تتزرع أحسن بعدين. علميا البركان دوت من النوع اللي اسمه ستريتو فولكانو، يعني بركان طبقي، وده من أكتر الأنواع خطورة لأنه بيخزن ضغط جواه لفترة طويلة، ولما بيفرغ الضغط ده بيكون بشكل انفجاري مفاجئ ومدمر، وده اللي بيخلي البركان دوت مش مرعب بس، ده بيكون كمان غير متوقع. الغريب بقى ان في ناس لحد دلوقتي لسه عايشين قريب منه رغم التحذيرات والمخاطر. في ناس ما بتحبش تسيب ارضها او شغلها او حتى الزرع اللي بيعتمدوا عليه بعد خصوبته بسبب الرماد. ناس بتراهن بحياتها كل يوم عشان تفضل قريبه من البركان ده. البركان دوت لحد دلوقتي كل فتره بيطلع دخان او رماد او هزه خفيفه، كانه بيفكرنا ان هو لسه موجود وان هو لسه ما بقاش خامد للابد. Run. جزيره التعابين، ودي موجوده في البرازيل اللي بتبعد عن ساو باولو ب 93 ميل، وتعتبر الجزيرة دي آخر مكان ممكن تفكر تروحه، لأن في سكان للجزيرة اللي هم تقريبا 4000 أفعى، اللي مش هيسمحوا ليك إنك تقرب أو تمشي في الجزيرة أكتر من 3 أو 4 خطوات بالكتير، وهتكون في عدد المفقودين. رغم إن الجزيرة تقريبا مفروشة بالخضرة ومنظرها جذاب جدا، ويعتبر الإنسان لسه ما لوثهاش، إلا إن البقاء فيها حي يعتبر من رابع المستحيلات. وفي اساطير كتير جدا عن الجزيره دي، منها مثلا ان اخر مره كان في صياد خرج بالمركب بتاعته علشان يصطاد وضل الطريق بتاعه، المهم لقى نفسه على شاطئ الجزيره، بعدها بكام يوم لقوه موجود في القارب بتاعه وهو غرقان في بركه من الدم. لو انت لسه معانا لحد دلوقتي فما تنساش تدوس على زر اللايك وتسيب لينا تعليق برايك في القناه. Run. المثلث دوت من اكتر الاماكن اللي عليها الغاز كتير جدا، اللي لحد دلوقتي لسه ما فيش اي اثبات او نفي عليها، هي كلها مجرد احداث حصلت غريبه ولسه ما حدش لقى تفسير ليها لحد دلوقتي. المثلث دوت بيقع بين 3 نقط اساسيه: امريكا ولايه فلوريدا، وجزيره برمودا التابعه لبريطانيا، وبورتوريكو ارض امريكيه في الكاريبي. لما توصل ال3 نقط دول ببعض على الخريطه هيظهر قدامك شكل مثلث مساحته تقريبا 500 الف كيلو مربع. بس بالرغم ان شكله يعتبر بسيط، الا ان اللي حصل جواه مش بسيط خالص. القصه بدات في القرن العشرين لما الطيارات والسفن اللي بتمر من هناك بدأت تختفي بدون أي أثر، وواحدة من أشهر الحوادث ديت كانت سنة 1945 لما 5 طيارات أمريكية خرجوا في تدريب روتيني من فلوريدا واختفوا كلهم، وبعدين لما طيارة الإنقاذ خرجت علشان تدور عليهم اختفت هي كمان. في المنطقة دي سواء طيارات، سفن شحن أو حتى غواصات كلها بتختفي، ومن وقتها اتسجل أكتر من 100 حادثة اختفاء، وفي منها اللي ما فيش أي أثر ليه أو حطام لحد دلوقتي. والغريب بقى إن البلاغات اللي كانت بتيجي في الحوادث ديت إن الأجهزة بتبقى مش طبيعية، والبوصلة بتدور حوالين نفسها، واللاسلكي بيتقطع وكأنه دخل عالم تاني. وفعليا هو في تفسيرات كتير جدا للظاهر دي، في منها اللي منطقي وفي منها اللي خيال علمي بزيادة قوي. يعني مثلا في تفسير من ضمن التفسيرات اللي بيقول ان في طيارات مائيه قويه جدا، المنطقه فعلا فيها طيارات قويه جدا اللي ممكن تسحب اي حاجه وتبعدها لمئات الكيلومترات. وفي تفسير تاني مثلا ان غاز الميثان، وفي اللي قال ان ممكن غاز الميثان يكون السبب، لان المنطقه فيها فقاقيع ضخمه جدا من الغاز بتطلع من قاع البحر وبتقلل كثافه الميه فالسفن تغرق فجاه. وفي اللي بيقول ان هي ممكن تكون اخطاء بشريه ودي وارد جدا. وفي اللي بيقول ان هي ممكن تكون مثلا بسبب الطقس، بسبب الاعاصير او العاصف اللي بتيجي فجاه وبتكون قويه جدا في المنطقه دي. وفي بقى طبعا تفسيرات غير منطقيه، مثلا ان هي بوابه لعالم تاني، او ان هي مركز وجود لكائنات فضائيه، او ان دوت اصلا مكان لتكنولوجيا قديمه جدا من حضارات منسيه. والغريب ان رغم كل دوت
دوت مفيش جهة رسمية في العالم كله مصنفة مثلث برمودا كمكان خطر، وحركة الطيران والشحن شغالة هناك لحد النهاردة بشكل طبيعي نسبيا. بس ده ما يمنعش ان اللغز دوت لسه موجود لحد دلوقتي، ومفيش تفسير واضح وصريح يجاوب على كل الأسئلة دي، وده اللي خلى المثلث يفضل واحد من أكتر الأماكن غموضا في تاريخ البشرية. Run. بحيرة ناترون في تنزانيا، ودي بقى البحيرة اللي لو طائر أو حاجة قربت ليها تتحول لحجارة، ولو دي أول مرة تسمع الكلام ده فأكيد هتفتكر إن ده كلام من الأساطير، لكن للأسف ده حقيقي، وأكيد الصور خير دليل، وممكن ترجع للمصادر في أسفل الفيديو. المهم يا غالي إن البحيرة دي فيها بكتيريا هي اللي متسببة إن البحيرة لونها أحمر بالشكل ده، وإن درجة الملوحة عالية جدا، ودرجة الحرارة بتبقى عالية برضه، وفي وقت الجفاف لو في طائر نزل في البحيرة فبيتحلل في وقت قياسي، أما لو نزل على حافة البحيرة فالملوحة بتخليه يبقى مجرد صخر زي ما أنت شايف. Run. وادي الموت في كاليفورنيا في امريكا، والوادي ده اسم على مسمى فعلا، لان في المكان دوت اتسجل اكتر درجه حراره لحد دلوقتي، واللي وصلت ل 54 درجه، وفضلت مستمره لمده اسبوع، اللي هو لو فضل الانسان فيها لمده 14 ساعه كفيله انها تنهي حياته، ده بالاضافه ان اصلا فيها رمال متحرك. Run. صحراء دانكيال في اريتريا، ودي تعتبر الجحيم الفارع على الارض، لان تقريبا ده اكتر مكان مفضل للشمس على وجه الارض، واللي بتخلي المكان يعتبر من اكتر الاماكن حراره في العالم، مع متوسط درجه حراره 35 درجه مئويه. ولازم تبقى عارف ان مش اخطر حاجه هي درجه الحراره او الجفاف، لا ده في منخفض اسمه منخفض دانكيال، وده المكان اللي بتقابل فيه 3 صفائح تكتونيه، وده اللي خلى فيه براكين صغيره منتشره في المكان، وعشان كده الارض هناك متغطيه تقريبا بطبقه من الحمم البركانيه. Run. ومرة تانية وادي الموت، بس المرة دي اللي في روسيا. ممكن تفتكر ان الواحد لما بيقول وادي الموت فبيبالغ، بس للعلم يعتبر المكان دوت خارق للطبيعة، ولما احكي لك عنه هتعرف هو ليه متسمي بالاسم ده. ده يا سيدي موجود في شمال روسيا، واسمه مقبرة الحيوانات، انه مليان فعليا بعدد كبير جدا من جماجم وهلاك الحيوانات اللي لسه ما تمش تحللها. وللعلم هو تم اكتشاف الوادي ده سنة 1975 على ايد علماء للبراكين، واللي شافوا حيوانات ميتة على امتداد بصرهم، وسرعان ما حس العلماء بصداع ودوروا وهربوا من المكان بسرعه. وكان التفسير الواضح للحادثه دي ان الغازات اللي بتطلعها البراكين بتتسبب في موت كل حاجه في محيطها، حتى ان هي بتمنع بكتيريا التحلل من ان هي تقوم بوظيفتها، وفي فصل الشتاء بتتجمد الحيوانات، وده السبب ان الحيوانات لسه محتفظه بالهيكل بتاعتها سليمه. والسكان هناك في المناطق المجاوره بيقولوا ان مات تقريبا حوالي 80 انسان في الوادي. وهسيب لكم رابط المقاله في الديري ميل في صندوق الوصف. وفي النهايه بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وبرضه تقول لنا حابب نتكلم في مواضيع ايه، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناة صندوق الدنيا.